تعالى اقول لك بقى الفطيره الجميله دي اتعملت ازاي بكل سهوله، واقول لك على اسرار كتير قوي في حياه الفطير المشلتت. عندي كيلو دقيق، ضفت له معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر وميه تدريجي كده من الحنفيه، وبدات اعجن فيها لحد ما بقت العجينه معايا بالشكل ده، ما بتلزقش ولا حاجه، بس لينه بعض الشيء يعني. دهنتها بمسحه بسيطه من الزيت وغطيتها بالستريتش عشان ترتاح يعني حوالي 10 دقايق. هقول لك في الفيديو ده اسرار كتير قوي في حياه الفطير المشلتت، والله يمكن اول مره تعرفيها. بعد كده بعد ما ارتاحت غرست ايدي صباعي كده، ما شاء الله العجينه ما ردتش معايا، يبقى كده العجينه ارتاحت وبقت زي الفل. ببدا اقسمها لكور كده صغيره في حجم البرتقانيه البلدي تقريبا. تمام كده، تمام. النص كيلو ممكن اقسمه ل10 كور، ل8 كور، ل6 كور. حابه ان انت تعمليها كوره واحده براحتك، بس احنا عشان المكان عندنا مش واسع ومش عاوزين نرطرط الدنيا ونبهدل الدنيا كده، بنقسمها لكور. تمام. بعد ما ترتاح العجينه 10 دقايق، بعد ما اتقسمت لكرات ومسحتها بمسحه بسيطه من الزيت وغطيتها ببلاستيك علشان وشها ما يشققش، ببدا اخد بقى كوره كوره كده وابدا افردها على زيت، واكون مجهزه خليط من الزبده والزيت مع بعض، بس مسيحه الزبده عشان تديني طبعا نتيجه افضل. وابدا ان انا بعد ما بفردها كده برش رشه من الزبده على الزيت، وابدا اطبقها بالشكل الحلو اللي انتوا شفتوه ده. اخد كوره تانية وابدا اعمل فيها نفس اللي انا عملته مع الكوره الاولانيه، بفردها كده بسيط. تمام. بصوا بقى، الكيلو الدقيق ياخد له حوالي 350 جرام من الماده الدهنيه. قسميهم 250 جرام سمنه او زبده و100 جرام زيت. تمام. الزيت يخليها لك مقرمشه كده من بره، والزبده تديها طراوه وطعم حلو في الفطير. حابه ما عندكيش زبده فلاحي، اعملي بزبده من العاديه او بسمنه، مفيش اي مشكله. بعد ما بقى افرد بقى الكره التانية بالشكل ده، بروح حاطه الكره الاولانيه فيها واطبقها على الكره الاولى واركنها على جنب، واخد كوره تانية من العجين ابدا افردها كده بالراحه وبشويش. الموضوع سهل جدا وممتع بشكل لا يصدق. هاتي بس انت بتاع نص كيلو دقيق واحد بس وابدأي اعجني فيه، هتلاقي الموضوع ممتع جدا. تمام. العجينه اتقطعت معايا مش مشكله، مش مهم، كده كده كله بيتدار. ببدأ افردها قدر المستطاع على قد ما تقدري. تمام. ادي خدت بقى العجينه التانية ولميتها، اخد واحده تالتة بالشكل ده. تمام. وببدأ ان انا المها بالشكل ده مع بعض. بصوا بقى، انا دلوقتي مثلا حابه اعمل فطير مشلتت فيها طاقه النهارده وبس عايزه اكلها بكره وبحب طعم الفريش، اعمل ايه؟ ابدا اخد العجين برضو اعجنه بالشكل دوت واطبقها على بعضها كذا طبقه، وبعد كده لحد ما توصل لكوره بروح بقى احطها على صينيه وحطها في الفريزر بتاعي. تمام. وتاني يوم وقت محتاجها، او بعد شهر، بعد اسبوع، بعد 10 ايام، براحتك يعني انت وقتك، طلعي حته العجينه دي حطيها في صينيه الومنيوم وسيبيها تفك براحتها، وافرديها بالراحه وحطيها في فرن ساخن، هتطلع معاكي زي الفل وتبقى احلى كمان من الفريش. تمام. ولو حابه تاكليها تبقى مستويه ويعني عايزه تاكلها في اي وقت تبقى مستويه وكده، حطيها في الفريزر بعد ما تستوي، بعد ما تبرد خالص حطيها في الفريزر وخرجيها تفك ودخليها الفرن شويه، هتطلع معاكي كانها فريش برضه. شايفين هنا العجينه، كل ما العجينه بتكون ارتاحت كل ما تديكي نتيجه افضل وتفرد معاكي بكل سهوله. شايفين؟ بحاول بقى افرد العجين كده من جوه لبره بالراحه واركز على الاطراف. شايفين ما شاء الله؟ بحاول ارقق العجينه بتاعتي على قد ما اقدر. ببدا بقى احط حته زبده كده او الماده الدهنيه بتاعتي، وابدا بقى احط الكوره اللي انا عملتها كده واطبق عليها العجينه اللي انا فردتها. شايفين جميله ازاي؟ بخلص بقى كده الرقات بتاعتي وابدا افردها على صينيه الومنيوم بعد ما ترتاح برضو 5 دقايق او دقيقتين 3، والموضوع بيبقى سهل. او بدخلها على فرن درجه حرارته عاليه جدا متسخن قبلها بحوالي 10 دقايق ربع ساعه، تطلع معايا فطيره قمر زي ما انتم شايفينها كده. ما شاء الله رقات مفيش بعد كده كلام، رقات كتير قوي. كليها بقى جنب الجبنه القديمه، جنب العسل، جنب المربى، حاجه زي الفل. شايفين الجمال؟ شايفين الرقات؟ يا رب يكون الفيديو افادكم وضاف لكم معلومات جديده. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لو اول مره تشوفونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.